أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ذكر صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ عليه سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة بعد دفنه، وذكر أن بعض المهاجرين أوصوا بذلك، فبناء عليه هل من قرأ على الميت بعد الدفن نقول له إنه مبتدع؟ ثبت العرش ثم انقش. أولا لا يثبت هذا الأثر عن عبد الله بن عمر ولا عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، إنما الذي ثبت أنه قال: أقيموا عندي بقدر ما تنحر الجزور فإني آنس بكم أو نحو ذلك. أما أنه قال اقرأوا عليه الفاتحة أو آخر سورة البقرة فهذا لا يثبت منه شيء أبدا، هذا غير ثابت ولا يجوز العمل به البتة. ثم إن صاحب فقه الإسلام أنا لا أعرفه ولم أقرأ هذا الكتاب ولا أدري حتى ما اسمه، ولكن ما دام يستدل بمثل هذه الأشياء فهذا دليل على أنه من أصحاب البدع، وهذا العمل بدعة لا يجوز تداوله ولا تعاطيه ولا العمل به. نعم.